السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيلم بيبتدي مع مجموعة شباب سهرانين مع بعض قدام بيت صاحبتهم وبيتكلموا عن قصص الرعب اللي بيحبوها، وساعتها واحد منهم بيحاول يخوف صاحبته فالمشروب بيقع من ايديها وبتقرر انها تدخل تجيب ازازة تانية وبيروح وراها عشان يساعدها، وبيشوفوا وقتها حاجات غريبة فبتعرفوا ان ابو صاحبتهم بيحب يجمع التحف القديمة، وبيشوف ساعتها صندوق ازاز مكتوب عليه اسم لادولا وبيبقى جواه خنجر اثري، وقتها تطلب منه يجيب ازازه من تحت لان القديمه تكون احلى، وبيروح بعدها للبدروم واللي بيكون برضه مليان تحف، ولما بيجيب ازازه من تحت اتخض لما بيسمع صوت غريب وبيزعق لصاحبته علشان بيفتكرها انها بتخوفه زي ما عمل فيها. فجاه بيظهر سفاح من وراه ويقتله بطريقه بشعه، تكون صاحبته في الحمام وتسمع حد بيخبط عليها، تبقى فاكره صاحبها هو اللي بيخبط عليها، بتقول له انها مش هتخرج دلوقتي، بس بيفضل الخبط شغال بشكل مريب، وفجاه اقتحم السفاح الحمام يخلص عليها بنفس الطريقه بدون رحمه. في نفس الوقت الولد والبنت التانيين يكونوا عند ملعب التنس، الكشاف فجاه بينور بيهجم السفاح على الولد وبيقتله بمضرب التنس، تجري البنت صاحبه البيت من الرعب عشان تقدر تستخبى، لكن السفاح بيفضل وراها، كان هيقتلها بالسهم لكنها بتفلت تروح تستخبى في الدولاب اللي في الاوضه. بيروح السفاح للاوضه ما بيكونش لها مخرج، ساعتها بيفتح الدولاب بس برضه ما بيلاقيهاش، وبعد شويه بتخرج البنت المخبأ جوه الدولاب عشان تهرب، لكن بتسمع صوت عربيه ابوها تجري بسرعه عشان تحذره. في اللحظه دي بيقابلها السفاح بيخلص عليها بنفس البشاعه، بيروح بعدها عشان ياخد الخنجر. تاني يوم يتعرف على بنت اسمها ميلي واللي بتجهز نفسها عشان تروح المدرسه، وقبل ما بتنزل تفطر مع امها وشارلين اختها الكبيره واللي بتكون ضابط شرطه، وبتسالها شارلين هتروح بكره الحفله مع مين، بتقول لها ان هي مش هتروح، وبتعرفها امها ان هي وميلي هيسهروا سوا بدل الحفله، وبتبقى ميلي شخصيه ضعيفه وامها متحكمه فيها عكس اختها. بتتقابل ميلي مع اصحابها الانتيم وبيبقوا زعلانين منها عشان مش عايزه تروح حفله لم الشمل، وبيعرفوها ان بوكر هيبقى موجود، وده بيكون الشخصيه اللي هي معجبه بيه بس مش قادره تصارحه، وساعتها بتقول لهم ان هي هتفكر، وبتفهمها نايله ان هي حاسه بزعلها بعد وفاه ابوها وانها مش قادره تنساه، ولكن هم هيفضلوا جنبها لانهم بيحبوها. ولما بتروح ميلي للفصل بتاعها بتقابلها زميلتها المستفزه رايلر، بتفضل تتريق عليها كالعاده، ولكن ميلي ما بتقدرش حتى ترد عليها، وعشان كده بتتاخر على حصه النجاره، وبيبقى المستر متضايق لانها مش اول مره، وبينصحها بوكر زميلها انها تقدم الساعه بتاعتها 5 دقايق دايما عشان لو انشغلت شويه يبقى هي في الحقيقه اتاخرتش زي ما هو بيعمل، وساعتها بيطلب منها المستر انها تقدم المشروع بتاعها، فبتقول له انها لسه مش جاهزه وهتقدمه الاسبوع اللي جاي، فبيتضايق اكتر وبيسخر منها قدام زمايلها. في اللحظه دي تيجي للكل رساله تحذير بعد حادث قتل زميلهم امبارح لان القاتل ما اتقبضش عليه وقتها. بنعرف ان الشباب اللي اتقتلوا على ايد السفاح يبقوا زمايل ميلي في نفس المدرسه، وبالليل بتشارك ميلي في مباراه لفريق المدرسه ولكن في لبس الدب المشجع. الانشطه اللي زي دي تساعدها عشان تاخد المنحه للجامعه اللي هي عايزاها. في نهايه اليوم تشوف ميلي ان امها لسه ما جاتش عشان تاخدها، اصحابها بيعرضوا عليها انهم يوصلوها، وبتعرفهم ان امها هتيجي بعد شويه، وبيودعوا بعض بطريقتهم المعتاده. لما الام بتتاخر بتتصل بيها ميلي لكن بتبقى في سابع نومه، وبعدها الموبايل بيكون قرب يفصل، وقتها تتصل بيها شارلين وبتعرفها ان امها مش هتيجي، ساعتها الموبايل بيفصل شحن، وبتقعد ميلي مستنيه اختها عشان تيجي تاخدها. الدنيا بقت حواليها فاضيه، فجاه بيظهر السفاح وهو واقف قصادها من الناحيه التانيه، وقتها تتمنى ميلي ان اللي شايفاه يكون خيال بسبب التعب، بس فجاه السفاح بيبدا يتحرك ناحيتها ومعه الخنجر، تطلع تجري من الرعب عشان تهرب، وبيفضل السفاح يطاردها لغايه ما بتستخبى في مكان عشان ما يشوفهاش، ولما بيلاقيها السفاح اختفت بيقرر يمشي، وبعد شويه بتخرج ميلي وتتصدم لما بتلاقيه في وشها، فبيهجم عليها وبيوقعها على الارض عشان يقتلها، بس فجاه راس الخنجر اتنور، القمر بيختفي وبيطعنها في صدرها، لكن هو اللي بيتألم وبينزف كمان. في اللحظه دي توصل شارلين فبيهرب من المكان بسرعه، وتقدر انها تنقذ اختها من السفاح واللي ساب الخنجر وراه، وبيروحوا بعدها لاسم الشرطه، وتبقى الام مرعوبه بسبب اللي حصل لبنتها، تحتفظ الشرطه بالخنجر في غرفه الادله، ولما بترجع ميلي للبيت وتروح في النوم تبدا تحلم بكوابيس من اللي حصل، تسمع اصوات غريبه باسم لادولا واللي بيكون الخنجر الاثري. تصحى ميلي تاني يوم وهي مستغربه من المكان اللي هي فيه، تدخل امها عشان تطمن عليها وتسالها عن كتفها، لكن ميلي بتردش عليها، وبتحس امها في حاجه غريبه. تفضل ميلي في نفس الحيره، خاصه لما بتبص على شكلها في المرايه. في نفس الوقت يصحى السفاح في مكان مهجور، بيبقى مستغرب جدا من المكان اللي هو فيه، اول ما بيبص على نفسه في المرايه بيصرخ من الصدمه، وقتها بنكتشف ان
السفاح وميلي بدلوا اجسام بعض، ودلوقتي ميلي بقت في جسم السفاح بشكل ذكوري، السفاح بقى في جسم ميلي بشكل انثوي. وبنرجع لميلي اللي بتقعد تفطر وبتفضل تبص للسكينه اللي في ايد امها بشكل مريب. اول ما بتشوف الاكل بتهجم عليه كانها اكلتش قبل كده، وبعدها بتروح تاخد السكينه. الوقت اللي بتيجي شارلين عشان تطمن عليها، بس ميلي برضو بتتكلم وبتبقى عايزه تطعن اختها قبل ما تاخد امها منها السكينه، تقول لها ان ده مش وقت هزار عشان ما تاخرش عن المدرسه. وبنشوف صور عن السفاح عشان يحذروا الناس منه، وبعد شويه يظهر بنفسه وهو ماشي في المدينه اللي بيبقى اصلا ميلي لكن جوه جسم السفاح، وبيحاول انه يتفادى الناس لغايه ما واحده بتتعرف عليه بيهرب منها بسرعه. وفي الوقت ده تختار ميلي اللبس اللي تخرج بيه، بس مش بيعجبها حاجه. تروح لاوضه اختها عشان تختار اللبس اللي يتناسب مع شخصيه السفاح اللي جواها. تروح بعدها للمدرسه، بس بتبقى ميلي تانية خالص. كل بيكون مستغرب من نسختها الجديده خاصه اصحابها. وساعتها بتجيلها رايلا تتنمر عليها كالعاده، تسالها عن اللي حصل مع السفاح، انها شافت وشه المشبوه في الاخبار. ساعتها ميلي بتتضايق وبتطلب منها تختار مكان يتكلموا فيه لوحدهم. وفي نفس الوقت السفاح اللي جوه ميلي يتجنب انه حد يلاحظه، بينجح انه يوصل للمدرسه عشان يقابل نايلا وجوش. وبنرجع لرايلا اللي بتبقى متحمسه جدا، لكن ميلي بتبدا تتصرف تصرفات غريبه غير ما تنطق. بتقول لها رايلا انها هتروح الحمام، لو ما حكتش حاجه لما ترجع هتسيبها وتمشي. بعد شويه تسمع رايلر صوت غريب، تخرج عشان تشوف ايه اللي بيحصل، وبتصدم لما بتشوف السفاح بيستحمى قصادها. وقبل ما تهرب بتقابلها ميلي، كانت فاكره انها هتحميها، لكن ميلي تحطها جوه الفريزر، تقفل عليها عشان ما تخرجش، وبتشغل الجهاز على الاخر. لما السفاح بيطلع يلاقي الجهاز شغال، في حد جوه. بيفتح الباب وبيتصدم لما بيشوف رايلر اتجمدت وماتت من البرد. ولما ميلي بتخرج بيندى عليها المستر عشان تحضر الحصه، وبيحاول بوكر انه يطمن عليها لكنها ما بتردش. بيبقى المستر متضايق بسبب تاخرها المعتاد، بيحرجها قدام الطلبه. ومن ناحيه تانيه نايلا وجوش بيكونوا مستنيين ميلي عشان يتقابلوا زي كل يوم، بس فجاه بيدخل عليهم السفاح، فبيهربوا من الرعب. ما بيعرفوش انها ميلي لكنها على هيئه السفاح. واول ما بيوصل نايلا تضربه ما بين رجليه وبيهربوا، بس بيفضل وراهم لغايه ما بيروحوا للمطبخ، بيبداوا يضربوه باي حاجه تيجي في ايديهم. وبيحاول يقنعهم انه ميلي، بس ما بيصدقوش ويكملوا هجوم عليه لغايه ما بيضربهم عشان يسكتوا. وبيأكد لهم انه ميلي وانه مش جاي عشان يقتلهم. بيعمل لهم نفس حركات ميلي وهي بتشجع فريقها. فبيسالوه ايه فيلم ميلي المفضل وهي بتحب مين، وبيقول لهم انه هيحكي لهم كل حاجه. وبعدها بيحكي لهم اللي حصل، خاصه موضوع الخنجر، لانه سمع اصوات باسم لادولا وهو نايم. فبيدور جوش على الاسم في الانترنت، بيقدر يوصل لصورته، بيعرف انه خنجر اثري بيستخدم في طقوس التضحيه، بيبقى مكتوب عليه نقوش باللغه الاسبانيه. بيروحوا بعدها لمدرسه اللغه الاسبانيه عشان تترجم النقوش، وبتعرفهم انه مكتوب لو التضحيه بالخنجر فشلت فروح الشخصين يتبدلوا للابد بعد 24 ساعه. كده يبقى ميلي قدامها وقت قليل عشان تسترجع نفسها. وفي الوقت ده تروح ميلي للمستر بعد الحصه ما خلصت، بيبقى مستغرب تصرفاتها. بنشوف ميلي وهي بتشغل المنشار، شكلها ناوي على الشر، فعلا بتهجم عليه، لكن المستر بيقدر يتصدى لها. ومع ان ميلي جواها روح السفاح لكن بجسم بنت، وعشان كده لما بتهجم عليه قبل ما يخرج بيقدر يدافع عن نفسه وبيضربها بسبب اللي عملته. لكن ميلي بتاخد المفك وبتطعنه في رقبته، تقدر تقتله في النهايه. ولما بتخرج بتلاقي 2 حراس، بس طبعا مش بيشكوا فيها. وقتها بيوصل السفاح مع نايلا وجوش، فبتصرخ ميلي عشان الحراس يساعدوها. فعلا بيجروا ورا السفاح، بيروحوا هما ال3 في عربيه جوش عشان يهربوا. في الوقت ده الحراس بيبلغوا دوريات الشرطه، ومنهم شارلين اختها. بتروح وراهم شارلين اللي بتبقى قريبه من المكان. ساعتها تطلب منه نايلا يروح للمول. اول ما بيغير الاتجاه عربيه شارلين بتتعطل، وبيوصلوا بعدها للمول، وده بيبقى افضل حل عشان يتوه في الزحمه. وبياخدوا السفاح يخبوه في بروفه الملابس، وتقول له نايلا ما يخرجش الا لما تجيله. وبعد شويه بتجيب له نايلا ماسك على شكل شخص عشان يلبسه ومحدش يشك فيه. وبعدها يخرجوا عشان يوصلوا لميلي في اسرع وقت. وساعتها بيوريها جوش بس مباشر لمجموعه من زمايله مع ميلي. في الوقت ده بيبقوا متضايقين ان المدرسه لغت حفله لم الشمل، بيقرروا يعملوا حفله خاصه بس مش عارفين يعملوها فين. تقترح عليهم ميلي انهم يعملوها في المصنع القديم ان محدش بيروح هناك، وبيوافقوا على كلامها. وساعتها واحد منهم بيلمسها، بتهدده بهدوء بانها هتقتله. وقبل ما تروح لبيت الرعب بتضحك لبوكر عشان يروح وراها. في الوقت ده يوصلوا ال3 للمكان، وبيبصوا على كاميرا المراقبه، فبيشوفوا بوكر جوه بيت الرعب. كمان ميلي
فبيوزعوا بعض قبل ما تقتله. بيفضل بوكر يدور على ميلي عشان يكلمها، في نفس الوقت التانيين بيدوروا عليها قبل ما تقتله. فجأة تظهر ميلي ورا بوكر وتتسحب وراه واحدة واحدة، وقبل ما خلاص هتقتله يظهر السفاح وبيضربها ضربة قوية تفقد الوعي، وساعتها بوكر بيهرب فبيروح وراه قبل ما يبلغ الشرطة وبيضربه هو كمان. وبعد شوية بنشوف ميلي مربوطة في الكرسي في بيت جوش، وبوكر دايخ من الضربة اللي أخدها. أول ما بيفوق يترعب لما بيشوف السفاح، فبيطمنه بانه بيبقى ميلي رغم شكله من بره بيكون السفاح. وساعتها ميلي بتقول له انه كذاب ولازم ينقذها منه. بيحاول انه يقنعه، بيحكي له ازاي اجسامهم متبدله بسبب الخنجر الاثري، لكن بوكر مش بيقتنع طبعا بكلامه، بيصدق انها مخطوفه، فهو بيقرر انه يتصرف. بس فجاه بيبدا السفاح يقول شعر البوكر واللي بيكون مستغرب جدا كانه سمع الكلام ده قبل كده. ونايلة وجوش بيبقوا مش فاهمين حاجه، بتسال بوكر ايه اللي بيحصل. بيقول لها انه من اسبوعين لقى ورقه في شنطته مكتوب فيها نفس ابيات الشعر من غير ما يعرف مين صاحبها. ساعتها ميلي بتبان على حقيقتها بعد ما بوكر كشف انه جواها السفاح، وبتروح نايلة عشان تقفل بقها وتبطل كلام، وبيتفقوا انهم يجيبوا الخنجر من الاسم عشان السفاح يطعن بيه ميلي والاجسام ترجع تاني. وبيقرروا انهم يسيبوا معها جوش لانهم مش هيقدروا يتحركوا بيها. ولما بيوصلوا للاسم تكون الدنيا فاضيه لان الدوريات شغاله في الشوارع، وبتكون نايلة عندها خطه، فبتذكر لشارلين وهي خايفه وبتقول لها ان السفاح كان خاطفنا واجبرنا اننا نخرج بالعربيه لما هي كانت بتجري وراهم، ودلوقتي قدرت تهرب منه، وبيطاردها بره الاسم. وبتخرج شارلين عشان تدور عليه. في نفس الوقت جوش بيتفرج على التلفزيون وبيكون واخد باله من ميلي، وبعدها بيدخل المطبخ علشان يجيب حاجه، فبيتفاجئ بان امه وصلت البيت رغم ان كان المفروض توصل بكره. لما الام بتصطدم من المنظر بيقول لها وهو متردد انهم بيمثلوا، لكن ميلي بتشاور براسها ومش بتقتنع الام باللي بيقوله. بتجيب السكين عشان تفكها، تبقى ميلي قربت اصلا تفك ايديها. اول ما الام بتقرب بتضربها ميلي، تاخد السكين عشان تقتلهم، فبيجروا بسرعه وبيدخلوا الاوضه ويقفلوا عليهم في اخر لحظه. ومع ذلك ميلي مش بتسيبهم. في الوقت ده تقدر نايلة تجيب الخنجر، وساعتها جوش بيتصل عليها وبتبقى ميلي مش قادره تتصرف بسبب جسمها الضعيف. ترجع شارلين من بره تتاكد ان في حاجه غلط، تبقى نايلة مرتبكه وهي بتتكلم، تطلب منها ترفع ايديها لفوق، تكتشف ان هي خدت سلاح الجريمه. في نفس اللحظه بيبقى بوكر بيتكلم مع السفاح، وبيتصدموا لما بيشوفوا ميلي داخله الاسم. ساعتها شارلين تطمن عليها وبتتعامل ميلي بشكل طبيعي علشان ما تشكش فيها. اول ما السفاح بيدخل بتضرب شارلين عليه النار، فبتاخد ميلي الخنجر وبتخرج بسرعه عشان تهرب بعربيه الشرطه. في نفس الوقت شارلين بتهدد السفاح عشان تخليه يدخل الحجز من غير ما تعرف ان هو اصلا يبقى ميلي. واول ما بوكر بيدخل الاسم شارلين تلتفت ليه، فبيضربها السفاح وبيرميها جوه الحجز، بيأكد لها انه هيشرح لها كل حاجه بعدين. من ناحيه تانية تكون الحفله شغاله في المصنع القديم، وتبقى ميلي هناك بتفكر ازاي هتقتل ضحاياها، وبيقابلها نفس الولد اللي اتفق معاها على الحفله وبيعرفها انه مش هيسيبها تروح من ايديه المره دي. وبيكون التانيين وصلوا لمنطقه المصنع وبيتفقوا انهم يخلصوا الموضوع حالا، وبيفكروا بوكر انه فاضل 13 دقيقه وبيديله ساعته عشان يشغل الستوب واتش. وبتروح ميلي مع الولد تكتشف انه جايب ولدين معاه وناويين يتسلوا بيها، وده طبعا من غير ما يعرفوا حقيقتها. فبتاخد منه ازازه الويسكي وبتهجم على 2 منهم، وساعتها الولد بيضربها وبيقول لها انه هيقتلها، فبتاخد المنشار الكهربائي وبتخلص عليه بطريقتها المفضله. وفي نفس الوقت بيتحرك السفاح بالماسك عشان محدش يلاحظه، وبيقرروا انهم يوزعوا بعض. ساعتها جوش بيسال واحد زميله عن ميلي، فبيعرفه انه شافها من شويه وبياخده عشان يروح لها. ولما بيوصل السفاح وبوكر لمكان الطلبه بيترعبوا من اللي شافوه قدامهم، وبيروح لجوش وزميله اللي وصلوا لمكان ميلي، ويبان انه كان فخ، وبتقتل ميلي الولد بطريقه بشعه. لكن في اللحظه دي بيوصل السفاح وبيطلب من جوش انه يهرب عشان ينهي الموضوع بنفسه، وبتكون ميلي قد التحدي فبتهجم عليه علشان تقتله، وبيقع منها الخنجر. وفي الوقت ده جوش بيبلغ اصحابه باللي حصل، لكن الحرس بيشوفوه بيقرروا يفرقوا الناس عشان تهرب. وهناك بياخد السفاح الخنجر ولسه هيطعنها، بيتدخل الحارس وبيضربه في رجليه، وساعتها بتاخد ميلي الخنجر وبتهرب. بيضرب السفاح الحارس بيجري وراها لكن ما بيكونش قادر يلحقها بسبب الاصابه. وساعتها نايلة وجوش بيجروا وراها لغايه ما بيهجموا عليها وبيوقعوا منها الخنجر، واللي بياخده جوش بيديه للسفاح وكان لسه هيطعنها بيه.
فجأة بيرن الستوب ووتش، وده معناه ان الوقت خلص، وبيبقوا مصدومين لان اجسامهم كده هتفضل زي ما هي. تبقى ميلي اللي جواها السفاح فرحانة فيهم، لكن وقتها السفاح اللي هو اصلا ميلي افتكر نصيحة بوكر لما قال لها تقدم الساعة 5 دقايق عشان ما تتأخرش، وبما ان الساعة اللي معاه بتاعته فهي اصلا متقدمة، وبكده اليوم لسه ما عداش. وبيروح بعدها عشان يطعن ميلي، وساعتها القمر بيختفي. تتألم ميلي جدا من الضربة، وبعد لحظات بتفوق كأن ما حصلش حاجة، ترجع لطبيعتها مرة تانية. وفي نفس الوقت بيوصل 2 من الشرطة واللي بوكر جابهم، وقبل ما السفاح بيتحرك بيضربوه بالنار، بيقع على الارض. وبعد شوية بتوصل اسعاف وعربيات الشرطة، وبيبقوا مبسوطين انهم نجوا من السفاح. وبعدها بيطمن عليها بوكر، بيعرفها انه معجب بالشعر بتاعها، وبتشكره ميلي انه وقف جنبها رغم المخاطر. وفي نفس الوقت عربية الاسعاف بتنقل السفاح، وبيكون حالته صعبة جدا. بترجع تاني ميلي لبيتها عشان تعيش حياتها الطبيعية مع اختها وامها. وبعد شوية تروح عشان تنام، فبتسمع صوت غريب، وتروح ناحية مصدر الصوت، تكتشف ان باب البلكونة مفتوح. وساعتها بتفتكر ان شارلين نسيت تقفله، تندى عليها بس ما بتردش. تسمع برضه صوت غريب، والمرة دي بتبقى قلقانة، تفضل تدور في الشقة بس ما بتلاقيش حاجة. وفجأة بيظهر السفاح وراها، بيهددها بالسكينة. واللحظة دي بتدخل شارلين ومعاها المسدس، بس بيكون فاضي لانه اصلا اخذ الرصاص بتاعها. بس الام بتهجم عليه في الوقت اللي بتحاول شارلين تعمر المسدس، لكن السفاح بيهجم على الام بوحشية، وبيضرب شارلين هي كمان، وبتمسك ميلي السكينة عشان تقتله، لكنها ما بتقدرش. وبيقول لها السفاح انه كان في جسمها، وعارف قد ايه هي ضعيفة وملهاش شخصية، والكل بيتحكم فيها. بيرميها على الارض، فبتقول له انها كمان كانت في جسمه وعارفة نقطة ضعفه. وساعتها بتضربه ما بين رجليه، وبتهجم عليه امها واختها، وتطعنه هي كمان بكل غل عشان تخلص عليه بنفس اسلوبه وتنتهي منه للابد. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك ملخص الفيلم اضغط على الاعجاب واشترك في القناة. تحياتي.